نعمل مع بعض تفريز التوم. هنفرزه من الألف للياء، هنفرز كل حاجة فيه، مش هنرمي منه حاجة خالص. لو حابة ان انت تفرزيه بالطريقة دي هتطلعي منه كل الأصناف اللي انت شايفاها دي من راس التوم الواحدة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وجبت كده كيسة حطيتها تحت التوم بتاعي علشان ما تبهدلش الرخامة ولا تبوظ لي الدنيا، لأن التوم زي ما انتوا شايفين كله تراب وكله طين. وطبعا الافضل ان انت تشتري التوم اللي هو يكون فيه تراب كده او طين، بالذات لو انت هتخزني التوم زي ما هو، مش هتفرزيه في التلاجة، لان الطينة دي بتحافظ عليه وبتمنعه ان هو يفضي. تاني حاجة، لو انت هتخزنيه زي ما هو كده مش مفرز، فلازم ان انت ما تشتريهوش دلوقتي، لان دلوقتي كله مية وهيوزن معاكي وهيبقى يعني مش هيرمي معاكي توم خالص. لكن لو انت هتخزنيه في الفريزر او هتفرزيه، يستحسن ان انت تشتريه دلوقتي، خاصة لو هتفرزيه